السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل اللي بيشوفني ويتابعني على قناتي حياة أسماء. احنا النهارده هنعمل فيديو جديد وفيديو مهم جدا. انا كنت عملته قبل كده او كنت وريت لكم الحاجة اللي انا هعملها دي قبل كده اثناء ما كانت البطة نايمة او راقدة. بس قبل كده بعد كده في ناس كتير قوي سالوني البطه بتاكل البيض هنعمل لها ايه. طبعا في ناس كتير قالت ان اديلها جير، اديلها كالسيوم، اديلها مش عارفه ايه. طبعا الحاجات دي كلها ما بتجيبش نتيجه يا جماعه. هي البطه لما بتاكل البيض ملهاش غير حل واحد بس. طبعا انا كنت قلت لكم ممكن تحطوا كبريت في منخار البطه، ممكن تحطوا مشبك زي ده هون، مشبك زي ده بس يكون كبير شويه. بس الحاجات دي طبعا يعني ايه ما كانتش نافعه، لان بتبقى الحاجات دي بتخيل البطه. فكانت كانت البطه ما كانتش بتدي الا اذا كانت تطلع الحاجات دي من منخورها. فانا كنت عملت حاجه كانت البطه نايمه، هي ما شاء الله بتبيض دلوقتي. فطبعا لما بتيجي تبيض انا على طول بقوم حاطه لها السلك ده. ده سلك اي نوع سلك عندك رفيع كده، ان شاء الله يكون سلك ألموني، وهتجيبيه وهتحطيه. انا بحطوش غير لما تكون البطه نايمه او بتبيض بقوم حاطه السلك ده. اضمن حاجه بعد كده ما تدوريش بقى، ما تدوريش. انا كنت صورت البطه برضه قبل كده وهي كانت راقده، وكنت انا حاطه لها، لقيت بعد البيض لقيت البيض ناقص بطين. عرفت بعد كده ان هي بتاكل البيض، فقمت حاطه لها السلك ده والحمد لله رقدت وطلعت. ولما قامت خلاص قمت شايله السلك. بالوقت اللي هي بدأت بيض ان شاء الله بقى لها بطينه، هي بيضت بطين بقى لها كذا يوم اهي، بقى لها يومين. فانا هحط لها السلك برضو. ليه؟ لان مانيش ضامنه برضو ممكن تاكل البيض. فاقوم جايبه كده اهو. اولا مش بنأذي البطه ولا حاجه، السلك مش بيأذي البطه اهو. الخرم ده اهو، جيب الخرم من هنا اهو، مفيش اي مشكله. لا بنأذي البطه عشان ما حدش يقول لي لا حرام وبتأذي البطه، ما بنأذيش البطه ولا حاجه. وهتلويه بس كده اهو، صغيره بالراحه، لو صغيره بالراحه كده اهو بس مفيش فيها اي مشكله. كده البطه كل تركيزها هيبقى هيبقى في السلك اللي شاغلها مش في البيض. طبعا لو انا شلت السلك وهي لما تيجي تنام ان شاء الله تبقى كل شاغلها البيض اللي هي نايمه عليه، هتبتدي تاكل فيه، بيبقى طبع مع البطه كده. هيبقى تركيزها كله في السلك وخلاص. هي هتنام وهتطلع ومفيش اي مشكله. بعد ما تطلع وتقوم ان شاء الله انا هشيل السلك. هو سلك ما بيأذيهاش ولا اي حاجه، ما بيعملش البطه اي مشكله، عشان محدش يقول انت بتأذي البطه ولا حاجه. مفيش اي مشكله اهو خالص. والفيديو ده مهم جدا. وبعد كده ده الحل الوحيد للبطه بتاكل عندك البيض، ده الحل الوحيد، مفيش حل غير كده. يعني ما تدوريش بعد الحل ده حل امن جدا جدا للبطه وللبيض. بعد ما البطه تطلع ان شاء الله تشيل السلك من منخرها بس مفيش اي مشكله. ده فيديو مهم جدا. ده الفيديو بتاعنا خلص. بتمنى يا رب ان اكون قلت حاجه مفيده، وفي فيديو فعلا مهم جدا ومفيد في نفس الوقت. ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناه يعمل لي اشتراك، يعمل لايك، فعل الجرس. اي اسئله حد هيسال اي اسئله تحت امركم ان شاء الله هجاوب عليها. كانت معاكم اسماء منحت اسماء. اشوفكم الف خير.